فيديو جديد عن الملخص بقى بتاع ماتش التحكيم يعني، ولجنة الأولمبية اللي الأهلي اشتكى فيها اتحاد الكورة ورابطة الأندية بعد أزمات مباراة القمة. سريعا كده الفيديو مش هيطول دقيقة أو دقيقتين بالكتير يعني، وبقية الفيديو هتلاقيه على الموقع التاني، هسيبلك لينكو في البايو يعني في الديسكريبشن، آسف. الأهلي من ساعتين تلاتة كده أصدر بيان إن هو شكى اتحاد الكورة ورابطة الأندية للجنة الأولمبية المصرية، ومستنيين رد اللجنة الأولمبية بخصوص رابطة الأندية بقى والعقوبات. البيان ده اتعمل بعد ما رابطة الأندية أعلنت عقوبات الأهلي في الدوري يعني، بعد ما مراحش مباراة الزمالك اللي هو خصم 3 نقط و3 نقط تانيين يخصموا عند نهاية الدوري، وتكلفة الغرامة مالية. الأهلي يتحمل كافة الغرامات المالية سواء الرعاة أو الاستاد، فلوس الاستاد وفلوس التحكيم المصري أصلا، وفلوس أي حاجة خاصة بالماتش ده. ثالثا ان في حاجه كده اسمها البت برابطه الانديه، ومش عارفه كده هسيبلكوا الصوره هي تبقوا تقراوها برضو. فالاهلي برضو عمل شكوى بقى في اللجنه الاولمبيه لاتحاد رابطه الانديه. ليه بقى؟ الموضوع ببساطة إن الشكوى ديت ما هي إلا روتين أو إجراء رسمي بمستندات ورقية، بس عشان لما يروح يشتكي في الفيفا هيقولوا له أنت اشتكيت عندك في بلدك، في اللجنة بتاعت بلدك، اللجنة الأولمبية ديت، هيقول لهم اشتكيت ومحدش رد عليا. لما يردوا يعني، او سواء ما ردوش او ردوا حتى رد غير مقنع بالنسبه للنادي الاهلي، هيروح شاكي في الفيفا على طول، وده اللي مستنينه من النادي الاهلي. هيقولوا له اشتكيت، يقول له حصل كذا كذا كذا، ومحدش استفدتش بحاجه منهم يعني. فهيقوم بعد كده الفيفا متخذ كافة الإجراءات بقى المطلوبة يعني منه كهيئة رياضية عالمية في بشكل الحاجات ديت يعني. في العقوبة في الشكوى المقدمة من النادي الأهلي ضد إيه بقى؟ رابطة الأندية واتحاد الكرة المصري. هيشتكي رابطة الأندية إن هي لجنة مش رسمية، وبعد البيان إن في حكام أجانب، وان في حكام اجانب، بس الماتش ما اتعملش بحكام اجانب، وان الاهلي جاله اختار رسمي بتاجيل المباراه ساعه وربع او ساعتين تقريبا لحد الساعه 11 على ما حكام الاجانب يجوا من بره مصر بالطياره الخاصه، وبعد كده ستقام المباراه ب حكام اجانب. والزمالك على فكرة بيقولوا برضو ان هو جاله اختار رسمي بان هما في حكام اجانب جايين ويطلبوا من تأجيل المباراة، وكان موافق، بس في لحظات قبل الماتش الأخيرة رفض تقريبا من تدخل حد يعني، ودفعوا له فلوس تقريبا. عشان كده ظهر شراء عقد بنتايج وتجديد عقد عمر جابر، وفي لعيبة هتجدد قريب تقريبا. ده بسبب الله اعلم برضه، ان بعض ظن اسمي يعني، بس تقريبا ده اللي حصل يعني، ان في حد تدخل ودفع فلوس تقريبا بالمتصدر الدوري، ان هو برضه ليه يد في الموضوع ده. كلها حاجات من تحت الترابيزه، محدش عارف الا اللي في اتحاد الكوره رسميا، هم اللي عارفين الكلام ده، واللي في رابطه الانديه هم اللي عارفين برضه الكلام ده. ده ملخص سريع كده لحوار البيان والشكوى بتاع الاهلي، وبيان الرابطه بالعقوبات، وبيان الاهلي بالشكوى للجنه الاولمبيه. لو في جديد ان شاء الله هنطلع نعمل فيديو جديد، هنعمل فيديو ان شاء الله كمان يومين كده ملخص بقى كامل ماذا استفاد الاهلي من الموضوع ده، وقرار الصح والغلط، بس نشوف الدنيا رايحه فين في الاخر. اعمل لايك وشير وسبسكرايب، وروق علينا كده في الكومنتات.